شاهدت أحد أصدقائي بالصدفة حيث كان يشرف على إحدى المرضى في المستشفى، وقد كان وجهه يعتليه مشاعر الحزن والأسى وهو ينظر إلى إحدى كراسي المرض. فتاة شاردة الذهن مغيبة تنظر بعيدا ولا تدرك من حولها، حيث كان منظرها يدعو إلى الشفقة. وعندها طلبت منه الأذن بالخروج حتى لا أشغله عن عمله، فقال لي انتظرني في مكتبي دقائق، فقلت له حسنا، وخرجت انتظاره والتقيت به في مكتبه. وأخذني الفضول أن أسأل عن حال تلك الفتاة، فنظري إلى نظر حزن وقال ماذا تريدني أن أقول؟ اترككم مع القصة كما كانت. هذا الفتاة تعمل في سلك التدريس، وكانت متزوجة ولديها أطفال مثل الكثير من النساء، وكانت تعيش في سعادة. وأخذت مجريات الحياة في التغير، واستخدمت خادمة لبيتها حتى تساعدها في مشاغل البيت والجلوس مع الأطفال ومتابعتهم. وكانت هي تطمئن عليهم باستمرار بالاتصال من المدرسة، وكل شيء على ما يرام. ولكن في أحد الأيام أخذت الزوجة في الاتصال على البيت كعادته، ولكن هذا المرة تغير الوضع، فلا أحد يرد على الهاتف، وأخذت العادة الاستمرار، وكانت الزوجة تتصل ولكن لا أحد يرد على الهاتف أيضا، وتكرر الوضع عدة أيام، مما جعل الزوجة تنزعج وتسأل الخادمة لماذا لا تردين؟ وعندها قالت الخادمة للزوجة بأن الزوج يدخلها هي والأطفال إلى أحدى الغرف ويقفل عليهم باستمرار، ويطلب منهم عدم مغادرة الغرفة إلى قبل خروجك من العمل بساعة. عندها اندهشت الزوجة من كلام الخادمة، وراودتها الشكوك من جميع الجوانب، وأخذت في التفكير لحل ذلك اللغز المحير، فطلبت الزوجة من الخادمة أن تأخذ الجوال الخاص بها دون معرفة الزوج، وقالت لها عن عدم يطلب زوجي منك أنت والأطفال الدخول إلى الحجرة، ما عليك إلا طلب عبر الجوال على تلفون العمل، وعندها سوف أحضر. فقالت لها الخادمة حسنا سوف أفعل. وفي صباح أحد الأيام المشؤومة جاء الزوج وطلب من الخادمة أخذ الأطفال والدخول إلى الحجرة، وقام بقفل الباب عليهم كعادته، فما كان من الخادمة إلى الاتصال على الزوجة وأخبرت بما حدث. وعندها أقفلت الزوجة الهاتف وذهبت إلى البيت مسرعة، وفي داخلها تساورها الشكوك من كل مكان. وعندما حضرت الزوجة إلى المنزل وأخذت في الدخول وهي واضعة يدها على قلبها، وأخذت في البحث عن الزوجة حجرة، ولم يبق حجر النوم والتي تمنت الزوجة أن لا يكون فيها أحد. عندها أخذت بفتح الباب وليتها لم تفعل، ليتها لم تفعل، مجموعة من رمز نقطة ماذا رأت والله المستعان الزوج مع امرأة أخرى. ليست هنا المصيبة، ولكن المصيبة الكبرى أن تلك المرأة لم تكن الأمها التي تعيش معها في نفس المنزل. نعم، الزوج عاشر أم زوجته وعلى نفس الفراش الذي يعاشر فيه زوجتي. الست تلك مصيبة تذرف لها الدموع وتتقطع لها القلوب. لكن فكيف بتلك الزوجة المسكينة؟ فلم أتي مالك نفسي من الحزن، واخذت غير قادر على الوقوف من مكاني، واخذت الدموع تنهمر من عيني. في حياتي لم أذرفها على فقدان قريب أو حبيب. فارجوا من كل من يقرأ تلك القصة أن يدعو لتلك المرأة بشفاء، فقد أصيبت بانهيار عصبي كاد أن يؤدي بحياتها إلى الأبد. المرأة في وقتنا الحالي تستجيب للعلاج، فدعوا لها أن ينسيها تلك المصيبة. فلم تجد الزوج المحب ولا الأم الحنونة إن كان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب، فاجعل تلك المصدوم منهم. نجم اللهم وفق هذه المرأة بالمستشفى،
وأعناها على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم وفقها لما تحب وترضى. اللهم أحسن خاتمتها، وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم أرحمها وأرضى عنها، وأرزقها الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين.